السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة. الحلقة دي هنتكلم بقى على موضوع الأكل بسبب الزنقة اللي أنا اتزنقتها في موضوع الأكل ده. فأنا كلمت حد صاحبي زارع بسلة، فدان بسلة، فأنا هخزن عرش البسلة، فدان البسلة. فهنشوف سعرها، هو قال لي شهر ولا كده تقريبا البسلة هتكون جاهزة. فهناخدها نشوف سعرها، نعرفكم السعر كام وربنا يسهل ونخزنها عشان نبقى عاملين حسابنا. وكمان كلمت برضو ناس تانية بس لسه بدور على الورق بتاع البنجر ده. هنخزن ممكن نص فدان او فدان حسب الوقت، يعني حسب اللي احنا نلاقيه. فده برضو السعر كان السنة اللي فاتت بتباع ب4000 4000 ونص. السنة دي ممكن يكون ب5000 الفدان. طبعا احنا هنحسب التكلفة. انا لما بتقطع بروح اقلبه وباخد معايا عامل، يومية عامل بياخدها 400 جنيه 500 جنيه، وبعد كده النقل والكلام ده. فهنحسب التكلفة كام وتكلفة البسلة كام. وهنعمل مثلا نص فدان برسيم بلد اللي هو عندنا ده. هنعمله دريس يتخزن، اخزنه يبقى عندي البسلة وعندي عرش البسلة وعندي الدريس وعندي ورق البنجر. يبقى انا كده ايه تمام، زائد الاكل الخضير اللي هيبقى متوفر قدامي. يبقى احنا عاملين حسابنا في الاكل عشان اللي حصل معايا في الايام اللي فاتت دي. ما كنتش لاقي اكل بصراحة، اكل الغنم مش لاقي برسيم اصلا اشتريه، ولا لاقي ناس في مثلا اراضي فاضيه ان انا اكل فيها. في الصيف بكون مثلا مكان ذره، مكان خضار، بكون الاكل كتير، بكون الغلط كتير فاكل كتير. لكن في الشتاء الكلام ده قليل. معظم الناس بتزرع قمح او غله وبتزرع برسيم. واللي بيزرع الخضار بيتحش بطن واتنين وتلاتة واربعة، فبيعدي الشتاء كله من غير ما يحش. ما بيبقاش قدامنا غير الاكل اللي انا مخزنه والبرسيم الاخضر اللي هو موجود ده. فمفيش حل تاني غير كده. فاحنا لازم نتعلم من اخطائنا. الغلط اللي احنا غلطناه مش هنغلطه تاني، وربنا ييسر الحال. ولو في اي حل تاني او حاجات الغنم بتاكلها، مثلا اللي هو عرش السوداني، عرش اللوبيا او الفاصوليا او الكلام ده، لو الحاجات اللي بتتاكل عرفوني في التعليقات ايه الحاجات اللي ممكن الغنم تاكلها، وربنا ييسر الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي، ربنا يبارك. النهارده بعد ما جبت الغنم من الغيط ودخلتهم الحوش وطلعت غيرت هدومي علشان انزل اروح الشغل. فنازل اطلع الموتوسيكل لقيت ما شاء الله المنظر ده. بص، من احلى المناظر الواحد بيشوفها. اي حد بربي غنم ده من افضل المناظر اللي بيحب يشوفها بصراحة. والحمد لله طبعا ربنا خد مننا الخروف اللي هو مات صغير، وربنا عوضنا في تاني يوم على طول. يعني ده ماتت امبارح، ده اتولد النهارده. فربنا بعوض الحمد لله. اهم حاجه الرضا. ربنا كرمني بنتايه ما شاء الله زي الفل. ربنا يبارك فيها يا رب، ربنا يحفظها. لسه مولوده حالا، ما كملتش تقريبا يمكن 5 دقايق. لسه امها بتنضفها. وكده كده النعجه دي كبيره في السن وعجوزه يعني، فهي عندها خبره، تعرف تولد لوحدها دايما وكده. سبحان الله، كل يوم بعزل الغنم في المكان، النعجة دي في المكان اللي هي بتولد فيها، اللي انا عاملها للولادة، يعني فيها عامل مكان عزل كده الغنم تولد فيه. النهاردة اليوم ده نسيت اعزلها، سبتها في الحوش بس عشان الحوش كبير ومفهوش زحمة، فقلت يعني عادي. ده اللي خلاني نسيت يعني. هي لسه دي نظافة الولادة، لسه بتكمل نظافة يعني. والله اعلم بقى، هي هتولد تاني مش هتولد مش هتولد، لان هي دي بتولد عند 2. فما اعرفش هي هتولد تاني في بطنها حاجة تاني ولا لا. وطبعا ولدت 1 ولدت 2 الحمد لله، ولدت 1 ومات برضه الحمد لله. كل اللي ربنا يجيبه الحمد لله، احنا راضيين والحمد لله.
انت بتعمل ايه هنا يا عم؟ إيه اللي جابك هنا؟ يلا ارجع ورا. ده الخروف اللي هو اخوه مات. انا اديته ايفوماك، ده حقنته واديته سنت واحد ايفوماك، فهم قالوا ان هو صغير على الايفوماك، لكن كان وشه فيه جرب، فانا اديته سنت واحد، وجبت له المراهم اللي هي بتتحط على الوش دي، وهو حطيت في الاول زيت وسخ، كنت بنضفها كده بكلحة او اي حاجه خشنه واحط عليها زيت وسخ، لكن بحس ان هو النتيجه بتاعته بتكون ضعيفه شويه. في مراهم بتتباع، فبصراحه حد اللي هو بيسرح معايا هو اللي قال لي هجيب لك المراهم دي، فحد صاحب اداها لي يعني. بحط منها، هي بتنضف، بتجيب نتيجه اسرع، جابت مع امه يعني نتيجه اسرع. فانا اديت ايفوماك عشان كده، يبقى ده الايفوماك من ناحيه والمرهم من ناحيه، وربنا ييسر الحال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايوه، هي دي الحاجات اللي تفتح النفس. الواحد بعد ما كان نفسه اتسدت من تربيه الغنم، كان في اللي هو النعجه اللي هي ولدت وابنها مات، وبعد كده هي تعبت نفسها، جالها دوار او دور، بتفضل تلف كده، واتباعت برضو بنص التمن. وبعد كده الخروف التاني اللي مات، وكان قبل كده برضو مات عندي نعجة تحت عشار وخروف تاني، يعني مات عندي كام واحدة يعني، بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كان في حاجة بيقولوها أهل زمان: الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. معرفش إذا كانت صحيحة ولا لأ، لكن معناها إن ربنا مثلا بياخد مننا حاجة تانية، بياخد مننا حاجة فبعوضنا بحاجة أحسن منها. فهو ده معناه إن الواحد لازم يكون عنده رضا. فبسم الله ما شاء الله. هنا الحلية الصغيرة بتحاول تقف، دي أول مرة في حياتها تقف فيها إن شاء الله، وإن شاء الله تملى لنا الدنيا خير بإذن الله. مهنة الأنبياء. نشوفها إن شاء الله ولدت إيه. بسم الله ما شاء الله، ولدت نتاية حلوة، نتاية وسيمي. دايما عندنا بنقول النعجة اللي راسها سمرة أو راسها بني بنقول عليها وسيمي، فهي دي الغنم الوسيمي. وممكن تكون بلدي، بس أنا الغنم كلها بقت تشبه بعضها دلوقتي. الغنم البلدي مع الغنم الرحماني مع الغنم الوسيمي قصدي، بقت ايه، كلها في بعضها. ربنا يبارك في مرزها. دي بعد ما وقفت بتحاول ترضع، ربنا ييسر الحال يا رب ويبارك فيه. وسبحان الله، متعرفش ده طبيعي ولا لأ، هي معظم الولادات بتاعت الغنم بتبقى بالليل. يعني كل الغنم اللي ولدت عندي مثلا بعد المغرب، بعد العشاء، في نص الليل، اصحى الصبح الاقيها والده. معرفش ده الطبيعي اصلا للاغنام والمعيز ان هي تولد بالليل، ولا هو حسب، قليل خالص لما اشوف حاجه زي دي بتولد بالنهار. بص، انا بحاول ارضعها بس مش عارف، تقريبا مش هنفشل في الموضوع ده. والطبيعي ان هي بتفضل تحاول مرة واتنين، ساعة، ساعتين، تلاتة، لحد لما ترضع لوحدها. المهم احنا ايه، هنسيبها بقى دلوقتي ترضع براحتها، تتعلم مع نفسها، واحنا هنقوم ايه، نمشي على الشغل عشان ما نتأخرش على الشغل. ولما نرجع من الشغل بقى نشوفها الصبح عملت ايه بقى. ربنا يبارك فيه. يلا، تصبح على خير. نسيبك بقى ايه، نشوفك بكرة الصبح. يا صباح الخير.
صباحنا كله رزق ان شاء الله. ده الصبح النهارده، ده تاني يوم ان شاء الله الساعة 9 الصبح. النتاية بسم الله ما شاء الله رضعة وشبعانة وحلوة يعني الحمد لله، وحلوة يعني خشنة ما شاء الله. جيت من الشغل لقيتها رضعت وشبعت وبتلعب، ويعني ايه مش بتلعب لسه، لسه متعرفش تلعب، واقفة بتلف حواليها وبتمشي كويس ومفيهوش أي عيب. رجلها كويسة، عينها كويسة، كل حاجة فيها تمام. عقبال بقى النعجة التانية اسمها ايه، اسمها غزال. المفروض انها تولد بعد دي بأسبوع. يعني ان شاء الله ربنا ييسر الحلقة الجاية بإذن الله يكون نازل فيها النعجة التانية تكون ولدت. تدعولنا بس ربنا يبارك فيها ويبارك في النعجة التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم بقى في الحلقة الجاية.